السلام عليكم. خلي شوية نبدي في بعض المواضيع اللي تخص مجتمعنا بالأخص. وأوله يا الله سؤال: ليش لحد الآن وإحنا في عام 2023 نستحي نقول أسماء أمهاتنا؟ مع العلم البعض ما يستحي يطلع بالباب طرق الشورت والفانلة. ليش؟ وهاي المشكلة الأزلية اللي نعيش بيها صار لنا سنوات، اللي الزوج يسهل زوجته البيت. ما أعرف ليش، يعني ممكن إنه هي أبو عقار مثلا، يعني ليش يسهل البيت مثلا زي ما يخص الزوجة. بس سؤال: عركة بين زوج وزوجته، انت تعاركتي ويا زوجك، ليش تمسحين صورتك من الواتساب؟ على طول يسووها، خاصة الحبيب والحبيبة، اثنين مخطوبين، رأسا طب مسحت صورة الواتساب، يعني انه هي حزينة او تعبير عن الحزن. هاي لمة النسوان، هاي تسبب مشاكل هواي للأمانة. من يصير لمة نسوان كل وحدة تبوح بكل أسرار البيت. ما أعرف، هاي المشكلة الأزلية. نرجع ونقول وننوه هذه المشكلة، يعني هذين المشاكل على البعض، ونقدر نقول الأغلب ما نعمم. أكو فد مشكلة كلش يعني مهمة، بلوى تعتبر، إنه من الرجل يقلل قيمة وشأن زوجته قدام الكل بحجة الشقة وحجة إنه هو فكاهي وإلى آخره. يعني مثلا شدنا بالزواج، عم تورطت احنا، أنا لو مسافر، يعني هو بقصد أو بدون قصد، لكن إنه هو بالأساس ترى هو قلل كل هواي وشافها إنه هي حلقة زائدة بحياته، إنه هو متورط. هذا غلط. ترى هي البنية ترى عبارة عن كتلة مشاعر، فتتحسس من هذا. فأرجوك إنه تبتعد عن هاي السالفة، كلش ابتعد همين، يسبب لك مشاكل هواي كلش. وانا شوية قسيت على الرجل، بس احنا بيناتنا واحد يتحمل الثاني. اكو هواي البعض، خلينا نسميها البعض، اللي هواي هاي التسمية معروفة، ما مثقفين. اكو البعض من يودي زوجته البيت اهلها او مثلا تبات، يجي من يرجع البيت يريد يرجع ايام العزوبية، ويظل يخابر على سمية وحنان وبتول وبالكتي يردن، وهن خطية ذني من الزوجات ورايحات وصارت سوالف، وهن ليش ما تردين ليش ما تردين حيطلع الصبح. والمشكلة من تجي مرته يلقف شلك بيها، راح ترجع بسرعة. وين اكو اشياء نعتبرها اسرار الرجل، بس خلينا نقولها. اول ما يتزوج خلينا نقول سنة ينزع الحلقة، فتجي مرته تقول له ليش انت نزعت الحلقة؟ قل احنا العلاقة اللي بيناتنا علاقة روحية، فيعني ما تربطنا حلقة. فهي ترى الزوجة ما تصدق، صدقني تمشيها وتنتظر تلقفك. فشوف لك يا حجة، ترى هاي محترقة، هواي محترقة. عائلة تطلع بمكان معين وهالسوالف، بغض النظر انه هو يقول انا راح اطلع زوجتي، انا راح اطلع البيت، انا حط عبالك انه هو رايح بواجب، ما راح انه هو شريكة حياته وهو طالعين وكذا وبدا يتونسون، الكل يتونس ويغيرون جو. لا، انه هو هاي سعوفنا من هاي، ما علينا. المشكلة وين؟ المشكلة انه عبالك يتعامل وياهم، عائلته مثلا يروح المول، يروح لاي مكان، يتعامل وياهم عبالك اسرى حرب، يعني يصيح يؤمر. يعني اكو احد الروايات، صديقي هو ابو سواق، يجون هو وعائلته، فولده يشترون هاي، لا تلعب هاي، لا تاخذ هاي، لا تشتري هاي، لا تسوي، يمنعهم من كل شيء. ومن يروح يحاسب يقول جهالي، تريدون شيء بعد؟ هذا تكميم افواه عمي. اكو مشكلة يعني بصراحة كلش تستفزني وتستفز هواي ناس. هاي النصيحة اللي عبالك هي مثل السنينة أو وراثة، يجي عليه أي واحد يعني يريد يتزوج أو دي يفكر بالزواج، يفكر بالاستقرار، إنه وصل لحد خلاص، يعني إنه واحد يستقر، لا تتزوج شلك بالزواج، وهو متزوج وشلك بالزواج، عوف الزواج، وهاي ورطة. ما أنت ليش يعني تزوجت أصلا؟ زين إذا أنت شوفه ورطة يا أخي، طلق، متونس وممكن مرتاح، عندك مشاكل، أو أنت ممكن اختيار غلط أساسا، فلا ترمي فشلك على الآخرين أبد. أنت يا أخي انصحه، قل له يا مثلا أنت هذا قرارك، إذا أنت وصلت حياتك لمرحلة إنه لازم تتزوج فتزوج، إذا أنت يعني مثلا ما تريد، خلصت مراهقتك فتزوج. ما تروح إنه أنت بعدك إنه مراهقتك أو رجعت عليك مراهقتك ومتندم على زواجك ولازم تفرض على الآخرين إنه أنت تعال والله لا تتزوج. باي باي.